اهلا بيكم فيديو جديد. السيره الذاتيه دي جزء مهم جدا في التقديم على اي وظيفه. اول حاجه الشخص اللي بيعين ده بيبص عليها ويقرر بعد نص دقيقه انا هاخد الشخص ده اعمل معاه مقابله ولا لا. في نص دقيقه دي بياخد لقطه عن حياتك، بيقرر على اساسها قرار ممكن يكون مصيري ليك، هيغير حياتك من شكل للتاني. عشان كده في الفيديو ده عايزين نتكلم على خطوات عمليه ازاي تعمل سيره ذاتيه بالالماني محترمه تقدمها في اي مكان شغل انت بتحاول تقدم عليه، ويكون عندك اعلى فرص ان انت تتقبل في الوظيفه دي. او اللي بيعين ده يكلمك يقول لك تعالى نعمل انترفيو وان شاء الله تقبل في الوظيفه دي. لو اول مره تشوفني اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد. انا بشتغل في المانيا من حوالي 5 سنين، اشتغلت فيهم حوالي 6 وظائف مختلفه، غيرت من وظيفه للثانيه في اماكن مختلفه في المانيا. الفيديو هيبقى متقسم جزئين. الجزء الاول هيبقى فيه كل الخطوات والنصايح اللي انت المفروض تمشي عليها وانت بتعمل سيره ذاتيه بالالماني، والجزء الثاني هنطبق فيه كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده، ان احنا هنعمل سيره ذاتيه مع بعض عشان نطبق اللي احنا قلناه. اول حاجه السيره الذاتيه بتبقى ما بين صفحه لصفحتين، ماكسيمم صفحتين. لو تعرف تلم كل حاجه في صفحه لصفحه ونص يبقى ده حاجه كده مناسبه. بترتب الاحداث في ترتيب زمني عكسي اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، وبتحط فيه صوره شخصيه. الصوره الشخصيه في السي في مش اجباريه، بس معظم الناس بتفضل ان انت تحط صوره شخصيه، بتدي يعني ايحاء ان انا شفت الشخص ده. والصوره دي لازم تبقى بروفيشنال، مش لازم تكون لابس بدله، بس على الاقل يعني شكلك كده مهندم، مش مثلا تيشيرت، لازم يبقى قميص. او لو انت بنت مش لازم تكون الوان فاقعه، يعني حاجه ازرق لايت بلو الكلام ده. الصوره زي ما قلنا مش اجباري، بس الناس كلها بتحطها، يعني في التوظيف بيحبوا ان حد يكون حاطط صورته. ايه المعلومات بقى الشخصيه اللي لازم تتكتب؟ اسمك بالكامل. احنا كمصريين اسامينا طويله مثلا تبقى خماسيه، مش لازم تحط اسمك خماسي، ممكن تحط اسمينك بس. في المانيا بيبقوا مهتمين بالاسم الاول اللي هو مثلا محمد، واسمك الاخير اللي هو اخر اسم في اسمك كله اللي هو ابو زيد، مش مثلا بعد كده في النص في احمد محمد سعيد مش عارف ايه. هو مهتم بالاسم الاول والاسم الاخير. في الباسبور بتاعك او يعني الاقامه بيبقى مكتوب اسمك كله، بس في السي في هو مهتم بس اسمك الاول والاخير. هنديك نقول لك يا استاذ ايه. تحط عنوانك في المانيا لو انت لسه في المانيا، رقم تليفونك وايميلك وتاريخ ميلادك. تاريخ الميلاد مش الزامي بس برضو الناس بتحطه. لو انت حاسس ان انت مثلا تاريخ ميلادك ده او سنك هيأثر في الوظيفه ممكن ما تحطوش عادي، وغالبا مش هيتسأل عليه. ممكن بعد ما انت تعمل انترفيو يبقى ساعتها هو يعني يعرف انت عندك كام سنه. انا بحط تاريخ ميلادي بس لو حاسس ان انا مثلا هيبقى دي علامه استفهام، انت مثلا متاخر في حاجه معينه او انت كان كبير مثلا في السن او كده، ممكن تسيبه. تفاصيل زي الديانه، الحاله الاجتماعيه دي ما تحطهاش في السي في. اول جزء في السي في الخبرات العمليه، ده اهم جزء في السي في بيتبص عليه. انت جاي تشتغل شغلانه معينه، فهو عايز يشوف انت اخر مره اشتغلت امتى وفين وكنت بتعمل ايه بالظبط. فانت بتحط المسمى الوظيفي بتاعك، الفتره اللي كنت بتشتغل فيها من امتى لامتى بالشهور والسنين، والمدينه اللي كنت بتشتغل فيها. لو المدينه دي مثلا في المانيا فتكتب المدينه، لو بره المانيا فتكتب المدينه والدوله اللي انت كنت بتشتغل فيها. وبتكتب في نقط مختصره انت كنت بتعمل ايه بالظبط. لو انت مثلا كنت بتعمل 10 مهام فانت بتختار اهم مهمتين او 3 وبتكتب فيهم بالظبط مثلا جمله ما تتعداش مثلا يعني 4 5 كلمات ماكسيمم. المهم ان انت تشرح خبرتك العمليه دي للموظفين الالمان او الناس اللي بتوظف في المانيا. زي ما قلنا هو عايز يقف معاك على ارض مشتركه، يعرف انت خبرتك واقفه لفين او انت تعليمك واقف لفين. فانت مهم ان انت تحط نفسك مكانه. لو انت الالماني بتاعك مش قد كده مثلا وانت بتعمل السي في، فانت حاول ان انت تستخدم مصطلحات من جوجل او جوجل ترانسليت. بلاش جوجل ترانسليت دايركت، بس ممكن تحاول تدور على المهام اللي انت بتعملها دي في وظيفتك على جوجل، تكتبها مثلا بالالماني او تحاول تترجمها للالماني، بحيث ان انت في الاخر يبقى السي في بتاعك يعني منمق وشكله يوصل اوكي. هو الراجل ده مثلا كان بيشتغل في 1 2 3 وبيعمل حاجات 1 2 3 اللي احنا برضو عايزينها في الشركه عندنا، او انا حاططها في اعلان الوظيفي بتاعي. ده يبقى يعني كده حاجه مثاليه. لو هو منزل اعلان وظيفه فهو كاتب انا عايز حد يعرف مثلا الخمس حاجات دول. لو انت تعرف الخمس حاجات دول فانت بتحط وتكون فعلا عملتهم، يعني مش حور او كده. الجزء اللي بعده هو التعليم. اسم الدرجه، المؤسسه اللي انت خدت منها اللي هي الجامعه مثلا، والتاريخ بتاع الشهاده. يفضل ان انت تحول التقدير بتاعك للالماني، يعني مثلا التقدير بتاعي في المية مثلا 80% 70% او كده. التقدير في الالماني من 1 ل 5، فانت ممكن تحول التقدير ده للالماني علشان اللي بيعرف يقرا ده بيبقى برده سهل على عينيه. انت بتحاول توصل له انا فين بالظبط. لو عندك مؤهلات تانية معترف بيها في المانيا فانت ممكن تحطها في الخانه بتاعه التعليم. وتاخد بالك ان التعليم ده معناه اي مؤسسه معترف بيها، مش مثلا كورس انت اخده على النت مش معترف بيه في حته. يعني لو دارس جامعه او في مدرسه بتكتبه في خانه التعليم. خانه التعليم بتملى التعليم الجامعي لحد المدرسه. الالمان بيحبوا يحطوا في السي في يعني تاريخه كله لحد المدرسه. يعني بتلاقي مثلا دكتور في جامعه عنده 70 سنه وحاطط في السي في بتاعه المدرسه الابتدائي اللي هو كان فيها. النقطة اللي بعدها المهارات. المهارات بتتقسم لمهارات لغوية ومهارات فنية. بتكتب كل المهارات الفنية اللي غالبا برضو هتكون مرتبطة بالوظيفة اللي انت بتقدم عليها. حاول لو انت عندك يعني مهارات تانية مختلفة، لو كنت بتشتغل مهنة مختلفة او كده، فما تملاش مثلا الخانة دي بمهارات انت عارف ان هي مش مرتبطة دايركت بالوظيفة اللي انت بتقدم عليها. تكتب درجة جودتك للمهارة اللي انت حاططها دي عاملة ازاي. لو انت بتعرف برمجة مثلا فبتكتب لغة البرمجة اللي انت بتكتبها ودرجة اجابتك عاملة ازاي. لو انت يعني بتمارسها بقالك سنين فبتكتب ان انت يعني جيد جدا. لو انت يعني عارف بس السنتكس كده على
قدك فبتكتب ان انت بيجنر. الكلام ده. اللغه نفس النظام، بتحط اللغات اللي انت بتتقنها، يعني مش لازم تحط لغتك الام او واحده، بتكتب ان دي متشابهه او يعني لغه ام مثلا عربي لو انت بتتكلم عربي، وانجليزي والماني بتحط درجه اتقانك عامله ازاي، علشان هو برده هيبقى عايز انت تعرف انت بتتكلم الماني ولا لا. طبعا لو انت بتقدم على شغلانه عايزين حد بيتكلم الماني فلغه السي في تكون الماني، لو انت بتقدم على شغلانه بالانجليزي فلغه السي في تبقى انجليزي. بديهيات تاخد بالك طبعا ان ما يبقاش في اي اخطاء لغويه في السي في. الحاجات دي النهارده سهل جدا ان انت تاخد بالك منها، البانكتويشن واللغويات، حاجه زي تشات جي بي تي ممكن تحط السي في كله كوبي وهو هيعدل لك كل حاجه انت كاتبها. كل ما انت خصصت السي في للوظيفه اللي انت بتقدم عليها فكل ده ما كان احسن. لو انت بتقدم على وظائف كلهم في نفس التخصص وانت عارف ان البروفايل بتاعك مش هيختلف حاجه خالص يعني بسيطه ما بين الوظائف المختلفه، فيعني تقدم بنفس السي في. وفي الكفر ليتر او الانشرايبن اللي احنا هنتكلم فيه بعد كده تبدا ان انت تحاول تغير السي في بتاعك يبقى عامل ازاي. اخطاء شائعه ان الناس بتحاول تستخدم مثلا الوان مختلفه او اشكال يعني زخرفه وبتاع. السي في الالماني ممل جدا، يعني هو بيبقى حتى من غير اي برواز حواليه او كده، انت بتكتب بس المحتوى. وهنتكلم في الموضوع ده بشكل عملي لما نعمل سي في مع بعض دلوقتي. طيب تعالى نعمل سي في مع بعض. اول حاجه تفتح في بحث جوجل وهتكتب عليه كده بفيربونج تو جو. تمام، ده الموقع اللي احنا هنشتغل عليه. الموقع ده انت بتكتب عليه كل حاجه، الحاجه اللي انت عايزها، وبيعمل لك سي في كده جميل محترم في الاخر، انت مش مضطر ان انت تزود فيه حاجه. فهنروح دايسين على اول نتيجه كده اللي هو بفيربونج تو جو، وبعدين هتدوس على ليبنسلاف ايرشتاين. ليبنسلاف ايرشتاين اللي هو يعني ازاي تعمل كريت سي في او اعمل سي في. ندوس عليه كده. في اول حاجه هيروح طالع لي يقول لي اختار الشكل بتاع السي في اللي انت عايزه. اللي على الشمال ده اللي هو الكفر ليتر او الانشرايبن بالالماني، واللي على اليمين ده السي في. فاحنا هنختار حاجه كده بسيطه جدا، هم كلهم دول يعني سيمبل بسيط. احنا هنختار يعني ابسط واحد فيهم، ده شكله ظريف. احنا ممكن نختار ده كده ونخلي لونه اسود بلاش ازرق، نقول له اوز فين. هنشيل الانشرايبن عشان احنا مش بنعمل انشرايبن دلوقتي، احنا بنعمل سي في. اللي انت بتعمله ان انت هتملى يعني البيانات. انت بتختار مثلا ماكس مستمن، فانا هقول هنا ده اسمي محمد ابو زيد، وبعدين تملى الايميل ادرس بتاعك، تملى رقم التليفون. تمام، تملى البيانات دي عادي كده. تكتب لو انا عايز تحط تاريخ ميلادك فبتحط تاريخ ميلادك. بعد كده بتبدا تملى البيانات. هنا بتحط الصوره الشخصيه بتاعتك لو انت عايز تحط الصوره الشخصيه بتاعتك، وبعد كده تبدا تملى البيانات بتاعتك. زي ما احنا بنشوف هنا كده ان انت لو كنت بتشتغل مثلا في حاجه معينه في شركه، فانت بتملى ان انت كنت شغال في الشركه الفلانيه اسمها فينانسن اون سالن جي ام بي ها مثلا، او بتملى اي شركه روش او وات ايفر، وبتكتب فيها ان انا كنت بشتغل مثلا من فبراير 2010 لحد دلوقتي. لو انت كنت بتشتغل مثلا لحد فتره معينه وخلصت ودلوقتي انت مش بتشتغل، فانت تحط الفتره اللي انت كنت بتشتغل فيها بالظبط. بتكتب هنا يعني شايف هو حاطط هنا 3 كلمات بالظبط. انت بتحط يعني ممكن كلمات مفتاحيه او جمله، بس جمله قصيره، اللي هو كنترولينج كذا كذا، او ريزيكو مانجمنت بتاع مثلا البضايع او المبيعات او حاجه من دي. المهم مبقاش في فراغات زمنيه في السي في. الفراغات الزمنيه دي دايما ان تبقى علامات استفهام وهم بيسالوا فيها في الانترفيو الفراغات الزمنيه دي جايه منين. لو انت في فتره ما كنتش بتشتغل فيها خالص مثلا سنه او 6 شهور، فانت بتحط في السي في الفتره دي كنت مثلا باخد فيها تدريب معين او كورس معين، بحيث هو يعرف اوكي الفتره دي انت كنت مشغول في حاجه معينه. لو في فراغات زمنيه انت مش عارف تملاها في السي في، عادي بتقدم عادي بالفراغات الزمنيه دي، ولو اتسالت فيها وانت في الانترفيو بتاع الشركه فانت بتشرح له انا كنت بعمل ايه ده، ودي بتبقى اجابه انت محضرها قبل ما تروح الانترفيو. بعد ما انت تكون خلصت كل ده، يعني انت زي ما انت شايف انت بتملى بيانات، مش مضطر ان انت يعني تقعد تكتب كل حاجه بايدك. انت بتحط الامضه بتاعتك، السي في بيتمضى عليه، والانشرايبن او كفر ليتر برده بيتمضى عليه. في المانيا ممكن يبقى انت محضر امضه الكترونيه، اللي هو مثلا تمضي على ورقه بيضاء وبتصور الورقه البيضاء دي وبتاخدها سكرين شوت ترفعها في الموقع بتاع السي في، ودي بتبقى امضتك الالكترونيه على الورقه البي دي اف اللي انت هتبعتها لحد بالايميل او تديها له في ايده. غالبا بالايميل عشان النهارده يعني معظم التقديمات بتبقى بالايميل. وبتطرق الحاجات دي وبتحط اسم المدينه اللي انت عايش فيها. زي ما انت شايف الحته بتاعه المهارات، انت بتحط اللغه بتاعتك واللغات اللي انت متقنها سواء الماني انجليزي اسباني، وبتكتب انت مثلا متشقاقه اللي هي لغتك الام او متوسط او كده، والمهارات بتاعتك بتحطها برده وبتكتب المهاره بتاعتك دي لحد فين، ممكن مثلا درجه او تكتب برده ايه يعني زي اللغه كده. بعد ما تكون خلصت كل ده بتعمل داونلود. ندوس هنا هيغونتالادن، هنا بيقول لي يعني ريجستر، فممكن مش لازم اسجل هنا. المهم انت تعمل له داونلود كبي دي اف وخلاص، تبقى عندك السي في اللي انت تقدر تقدمه بالايميل مع بقيه الورق بتاعك لو انت بتقدم على تدريب مهني او شغل في اي مكان. الموقع ده ممتاز، انا بستخدمه كاداه ان هو يسهل عليا بدل ما اقعد اعمل كل حاجه بنفسي. اتمنى الفيديو ده يكون فادك حتى لو حاجه بسيطه. لو انت بتقدم على شغل او دراسه او تدريب مهني، انا بتمنى لك كل التوفيق. لو عندك اي اسئله او تعليقات على الفيديو اللي انا عملته فممكن تقول لي في الكومنتات، هتبسط جدا. وممكن تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس اشوفكم فيديو جديد.